بيحبوا بعض وعايشين على امل ان هم يتجوزوا بعض، وبالفعل اتقدم لها ويعني عمل لها اللي ما يتعملش، جاب لها شقة احدث موديل، جاب لها كل ما تتمناه ست في يعني لما تيجي تتجوز. كانوا بيحبوا بعض، بيتمنوا بعض، فاتجوزوا خلاص. واخد لها شقة في منطقة اسمها منطقة الطلبية في الهرم في الطلبية. طبعا الشقة لسه واخدينها جديد، محدش يعرف عنهم اي حاجة، يا دوبك خدوا الشقة وكانوا بيوضبوا فيها والدنيا. الكلام ده كان قبل الجواز. بعد كده شافوهم وهم طالعين بفستان الفرح، وكان لسه محدش عمل اي علاقات كجيرة يعني معاهم، والدنيا ماشية طبيعي وزوج وزوجة ودخلوا كل حاجة تمام. لحد ما عدت فترة حوالي 15 يوم من الزواج، فوجئوا الجيران ان فيه ريحة سيئة جدا، ريحة نتنة طالعة من هذه الشقة. المهم حاولوا يتواصلوا مع، يخبطوا على الباب، يتواصلوا مع الزوجين. قال لك ده ممكن راحوا يقضوا شهر العسل وسابوا الدنيا، اللحمة مثلا في التلاجة فصلت فبتعمل هذه الريحة. لكن كانوا حاسين ان الريحة جوم عن التاني بتزيد اكتر، فطبعا حبوا يتواصلوا، هم ما يعرفوش، ما فيش اي تواصل، ما حدش يعرف ارقام تليفونات، ما حدش يعرف اي حاجة. فكل اللي عملوه ان طبعا مع هذه الريحة حد شار عليهم، لا اتصلوا بالشرطة بقى يجي يفتح. راحوا متصلين بالشرطة اللي بالفعل جم وحاولوا ان هم يتواصلوا مع اصحاب الشقة ومعرفة صاحب الشقة من العمارة، من صاحب العمارة. المهم ان بعض التفاصيل الصغيرة بيتصلوا على التليفونات مقفولة. المهم فتحوا الشقة اللي كان متوقع بديهيا ان الموضوع ده والريحة دي هتكون خارجة من المطبخ. فدخلوا على المطبخ علشان يشوفوا القصة ديت، فوجئوا ان الريحة مش في المطبخ، الريحة طالعة من غرفة النوم. فجم عشان يدخلوا لقوا غرفة النوم مقفولة بالمفتاح. طب هيعملوا ايه؟ مفيش قدامهم غير ان هم يفسخوا موضوع الباب، وفسخوا الباب بالفعل وفتحوا الباب، اذ يفاجئوا بأبشع منظر ممكن بني ادم يشوفه. اتفاجئت الشرطة بجثة، او السيدة او الزوجة او العروسة موجودة على سريرها، خلع الملابس تماما، ملط، مفيش ملابس تماما على جسمها، وفي بعض الدم الناشف نازل من راسها، ومتوفية على السرير. طب ازاي؟ وطبعا بدأت تتحلل بعد الايام ديت والريحة منتنة والكلام ده كله. المهم جابوا البحث الجنائي وخدوا من الجثة وودوها للطب الشرعي، اللي اثبت ان هي تم قتلها، ان هي توفت او سبب الوفاة الضرب بآلة حادة على الرأس. الضرب بآلة حادة على الرأس. طبعا دلوقتي كل الكلام فين العريس؟ بدأوا يتواصلوا وعرفوا طبعا اهل العروسه اللي اتفاجئوا جدا ان هم بقالهم 3 ايام ما يعرفوش حاجه عن بنتهم، كانت بتوصل عليهم. بعد كده تليفونها اتقفل، وهم طبعا عايشين في البلد، مش عايشين في الطلبيه، يعني هي في احدى قرى المحافظات. واتقطع الاتصال من حوالي 3 ايام. وطبعا دور على العريس مش موجود. فين اهله؟ فين اهله؟ ما يعرفوش عنه حاجه. المهم قعدوا يدوروا ويبحثوا طبعا بالتحريات بتاعه الشرطه المحترمه، اللي قدرت تتوصل ان هو موجود عند خاله في منطقه معينه. المهم راحوا واجهدوا عليه وتم القبض على هذا العريس، اللي اول ما شافهم تظاهر بالموضوع، يعني ايه خير في ايه؟ فقالوا له احنا فين مراتك وانت هنا ليه وبتاع؟ والله انا زعلان مع مراتي وسبت لها البيت يومين كده. ليه خير؟ ده مراتك لقيناها متوفيه بقالها حد في يا نهار ازاي حبيبتي مراتي. وبقى ايه، عاش الدنيا بقى ويا املي في الحياه، ده كانت حب عمري وحاجات من هذا القبيل يعني. المهم اخدوه وبدأ يحققوا معاه ان هو الوحيد اللي المفروض متهم بهذه الجريمه يعني. فبدأ يروح يمين ويروح شمال. لا 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 لا، طب انت سبتها وزعلت منها ليه؟ قال لك والله اصل كنت بشك فيها، اصل بدأت احس عليها شويه حاجات كده مش مظبوطه، بدأت احس كده، فقلت اعاقبها يومين واسيبها وامشي، وحاجات من هذا القبيل. اللي كل ما يعترف النهارده بحاجه يجي بكره يقول حاجه غيرها.
ده طبعا كل القصه، وطبعا قاعد يولول بقى، وانا عايز حقي وحق مراتي، واللي يجيب لي حق مراتي انا حق مراتي مش هسيبه، ودي يا حكومه ويا دوله ومراتي، كلام من ده. طبعا كل ده ضحك على الدقون، الحكومه ما خدتش بيه خالص. طبعا بدأوا يشوفوا كاميرات المراقبة، مفيش غير الزوج بس هو اللي طلع هو اللي دخل. بدأوا يعني ياخدوا تحريات او ياخدوا اقوال بعض الجيران في العمارة، طب سمعت حاجة ما سمعتش حاجة. درجة في الجارة بتاعتهم المباشرة، الجارة اللي موجودة قالت في يعني في الكلام بتاعها ان هي اخر مرة سمعتهم من 3 ايام كان في خناقة ما بينهم، والعريس بيقول لها او جوزها بيقول لها حرام عليكي، انت ما يكفيكيش 10 رجاله، حرام عليك انت ما يكفيكيش 10 رجاله. وهي ردت عليه اذا كان عاجبك، وانا يعني شويه حاجات كده، لكن هي بتقول ما فسرتش الكلام، لكن الحاجه الوحيده اللي فسرتها ان هو كان بيقول لها انت ما يكفيكيش اكتر، يعني ما يكفيكيش 10 رجاله. طبعا ده كان في يعني الكلام اللي قالته الجاره. اللي بدأ بعد كده بقى الزوج يأكده. ايه اللي حصل؟ لانهم ضغطوا على الزوج اللي بدأ في الانهيار والاعتراف بجريمته. بدأ الزوج يتكلم انه لما دخل بعروسته العش الزوجية قعدت في نوبة من المصارحة، قالت له بص بقى انا عايز اقول لك حاجة، اللي انا اعرفه ان مفيش اي خجل ما بين العريس والعروسة او الزوج وزوجته، وده حاجة طبيعية. قالت له بص بقى، انا بقالي، تقول لي بقى غلط تقول لي صح، ده اللي حصل، انا بقالي اكتر من 10 سنين بتفرج على افلام، والافلام ديت كنت بتمنى ان انا اعملها، ومصبره نفسي كل الفتره دي ان انا يوم ما اتجوز اخلي عريس يعمل معايا كل حاجه. طبعا انا كل حد دلوقتي انا مستحمله، مفيش اي حاجه، ادخل عليا والدنيا تمام. بالفعل دخل عليها لقاها طبعا بنت بنوت، وحولها المدام والدنيا تمام. قالت له بص بقى انا عايزاك تعمل معايا كل حاجه يا بنت الناس، يعني مش على طول كده، طب واحده واحده، لا انا عايزه دلوقتي، طب كمان شويه، طب مش عارف ايه. المهم ان الزوج قال لك يعني تقريبا كان ممكن تحتاج اكتر من 6 7 مرات في اليوم. يا بنت انت كده مش هينفع تقول له مثلا انت مش جاي يعني كل ساعتين، طبعا هم قاعدين في شهر عسل، يلا دلوقتي يا بنت مفيش، لا دلوقتي، لا انت كده بقى ما بتعرفش، لا 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 انت كده ما بتعرفش، انت كده ما طلعتش راجل انت. وطبعا الكلام ده بيأذي الراجل يعني. مره في مره لا انت كده، لا ما انتش كده. طبعا الزوج بيقول لك كانت بتطلب العلاقه دي، ممكن يعني لو هتوصلها ل10 مرات في اليوم كانت اوكي، هي محتاجه ال10 مرات في اليوم، عايزه حد كده قاعد لها مخصوص للحاجات دي، وعندها شراهه بطريقه غير طبيعيه، غير طبيعيه. فطبعا انا ما كنتش مستحمل، انا بيجي في اليوم بيطلع النهار مرة، بعد ساعتين كمان مرة، بعد ساعتين كمان مرة، 3 مرات ببقى جبت اخري، ما فيش، هجيب منين؟ ده هو بيقول كده. طبعا بتقول لي لا ده انت يعني ضعيف وانت مش راجل، والرجاله طبعا الطبيعي انه ممكن يعمل اللي هو حد 10 مرات. يا بنت مفيش الكلام ده، ارفع سماعه التليفون واكلم اصحابي يقولوا لي يا ابني انت طبيعي، ده كويس انك بتعمل 3 في اليوم، ده انت كده معدي الحدود. يا جماعه ده هي بتقول يا جماعه ايه المجنون، هي مجنونه ولا ايه؟ لا يا عم مفيش الكلام ده والكلام ده كله. مرة في يوم، في التاني، في التالت، في الرابع بدأت تقول له لا انت كده مش هينفع، انا بص بقى انت يا تظبطني وتلبي لي الطلبات بتاعتي، يا اما تسيبني. يعني ايه اسيبك؟ تسيبني بقى اشوف حالي، يعني اطلعك يعني؟ لا تطلعني مين؟ لا مش هينفع. يقول له طلعها بعد 15 يوم ليه؟ خلاص بقى شوفني بقى، اروح بقى اشوف حد تاني كده. انت مجنونه؟ انت عبيطه؟ خلاص انا انا هطلع لا خلاص هطلعك. قالت له هتطلعني ماشي، بس انا هقول لاهلك انت بتعمل ايه، وان انت مش كويس في العلاقه، وان انت مش جامد. زاد وغطى العمليه انه جاي في يوم كان نايم، صحي من النوم لقاها بتتكلم في التليفون مع امها، بتقول لها اسكتي يا ماما ده طلع مش كويس في العلاقه، وطلع ايه ايه ايه،
وما بيقدرش يعمل وبتاع، مع ان هو شايف نفسه كويس. يا بنت انا بديكي 3 مرات وساعات 4 كمان، انت عايز ايه تاني؟ فكونها قالت لامها كده فهو حس بجرح كبير جدا جدا واتخنق منها. فجه بعد كده بيبص، اول ما طلع بره قفلت مع امها وبتقول له يلا. قال لها انا لسه عامل من ساعتين ودخلت نمت، انا ما فيش مش دلوقتي. قالت له اه هو كده، ما هو انت ما بتقدرش، ما هو انت ما بتعرفش. بدأت الخناقة ما بينهم، وطبعا هو كان مخنوق، علي صوتهم. فبدأ يقول لها انت ما بتنهديش، ده انت لو 10 رجالة، لو انت ده انت محتاجة 10 رجالة، ولو 10 رجالة مش هيكفوك. قالت له بس هات لي ال10 رجالة ومالكش دعوة. طبعا كلمة زي ديت في الوقت اللي بيفسر كلام الجارة، وفي الوقت ده برضو عايز بيقول ان طول فترة شهر العسل هما الاتنين تقريبا من غير هدوم في الشقة، تقريبا من غير هدوم. اول ما قعدت تستفزه وتقول له هات لي ال10 رجاله، وما جبتهوليش انت، انا هجيبهم انا وما تقدرش تتكلم، يا اما اروح افضحك عند اهلك. دمه فار وانجرح من جوه، ودخل جاب من المطبخ آلة حادة وراح ضاربها على دماغها، وقعت. راح حاططها على السرير، ودخل غسل الآلة الحادة ديت وراح حاططها في المطبخ زي ما هي، وراح طالع قافل عليها بأوضة النوم، قفل عليها وراح طالع واخد بعضه ومتوكل على الله رايح عند خاله. وقال بقى يحصل اللي يحصل، زي ما تيجي زي ما تيجي، واعمل نفسي ان انا مش عارف وتعدي الموضوع. طبعا اعترافات تفصيليه، اخذ 4 ايام، كان واخد 4 ايام على ذمه التحقيق، اخذ 15 يوم تاني، وما زالت التحقيقات جاريه حتى الان. طبعا اعتقد يعني ان القانون هو ما مسكهاش متلبسه، فممكن يكون فيها اعدام، لكن غريبه. طبعا كان ممكن كلنا نقول ان هو بيألف، لكن الطب الشرعي يعني اثبت ان هي كانت متوفيه، وكان عامله الموضوع ده بكميه وحاجات كده، يعني حاجات كده تم ذكرها استنادا الى كمان شهاده الجاره اللي اثبتت ان بالفعل الزوج قال لها انت ما يكفيكيش 10 رجاله. فهي قالت له طب هات لي ال10 رجاله، ولو ما جبتوليش انا هجيبهم انا، يا اما اروح افضحك، وحاجات من هذا القبيل. احنا وصلنا لحد فين؟ وارجع تاني للاساس. ايه الاساس؟ قعدت في ليله الدخله تقول له انا بسمع افلام من 10 سنين، وقعدت احلم وصبره نفسي ان انا اعمل الافلام دي مع جوزي لما اتجوز. يعني الافلام وصلت لواحده لدرجه شراهه لا يتخيلها عقل، ادت الى فقدان حياتها. وده اللي احنا بنقوله يا جماعه، الدول العربيه وبقيه الدول عامله حظر وحجب للمواقع دي، ليه احنا ما بنعملوهاش؟ موضوع بسيط جدا، احفظ الشباب دول، ولا انتوا هدفكوا ايه؟ انتوا هدفكوا ايه من القصه دي؟ يعني انتوا هدفكوا ايه من القصه دي؟ ادي الافلام اللي بقى، شوف ودت الدنيا، وديتها فين؟ ودت الست دلوقتي للجحيم اهي. طبعا ربنا يرحمها بقى، وعقابها عند ربنا، انا ما اعرفش ليها عقاب ولا لا. هي توفت، هي المفروض ان هي بتطالب بحقها الشرعي، لكن اعتقد ان هو اوفر قوي يعني، بناء على اعترافات الزوج والتصديق عليها من الجار. عموما ربنا يرحمنا برحمته. اللهم ارزقنا يا رب القناعة، ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. دي كانت قصتنا النهاردة.